فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ اسمعوا الجواب. قال: نعم. قال: نعم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، خير القرون، كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينهم وفي بيوتهم، ومع ذلك كان يخاف عليهم من الزيغ. ماذا نقول نحن وقد ظهرت الفتن برؤوسها على المسلمين، وعصفت بالقلوب رياح الشبهات والشهوات، وطعن في كتاب الله، وطعن في الإسلام، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في سنته وفي أصحابه، وانتشرت البدع بين المسلمين حتى صارت السنة بدعة والبدعة سنة. فتن عظيمة، وكثر الخلاف، وزادت الفرقة بين المسلمين، واستبيحت أعراضهم ودماؤهم من غيرهم تارة ومن أنفسهم تارة. فكل هذا يدلنا على عظم هذا الدعاء النبوي. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.